شكرا سيد الرئيس. بالفعل نحن في الحكومة لا يمكن إلا أن نعزي أيضا أسر الضحايا وأن نترحم عليهم وأن نسأل الله عز وجل أن يخرج بسلام حالة الآخرين. كما تعلمون السيد النائب الذي تفضل بطرح هذه المادة 104 في هذا الموضوع، الإشكال هو إشكال في جزء منه ما تفضل به، لا سواء المسألة ديال التحقيق اللي تنقوم به اللي هو تقني وإداري أبان على أنه المسألة ما كانش مسألة ديال السرعة، باعتبار أنه الحافلة كانت تمشي ب90. المكان هو اللي هو تولاتي تتعرفوه لوطورود اللي هي في الدخلات ديال المحمدية قريبة. الإشكال هو أساسا في نوم السائق، لأنه عندما وقعت الحادثة السائق كان نائم. هذا النوم راجع بالأساس على أنه الرحلة فيها حوالي 14 ساعة. السائق خرج مع 5 ديال العشية من تنغير، وصل الحادثة مشى 4 الصباح مع 6 الصباح، 6 6 و5 6 و10 تقريبا هو الساعة ديال الحادثة، بمعنى ساق أكثر من 10 ديال الساعات هو تيسوق 10 سوايع ونص، بينما القانون تيفرض عليه أنه ما يفوتش 9 الساعات، وفي ذاك 9 الساعات خصو يكون عنده 45 دقيقة ديال الراحة. هذا الشيء كله الآن موثق. اليوم كاين إشكال حقيقي على صعيد الإصلاح ديال المنظومة ديال النقل، ومنها هذا الشيء ديال الرخص اللي تيجعلوا أن أصحاب الرخص بالفعل عندهم إشكالات. صاحب الرخصة المرخص له هو من بين الناس، وهذه فرصه باش نقولوها في البرلمان، اللي تيتحاور معنا من المسؤولين اللي تيتحاور معنا في الوزاره، هو من الناس اللي عرقلوا المساله ديال الاصلاح. المساله الثانيه المسير ما كانش عنده، ماشي المسير ديال الرخصه ماشي هو اللي كانت عنده الحافله كانت المسير كانت عنده الحافله معطوبه ومشى جاب الحافله اخرى باش هي اللي قامت بهذه الرحله. اليوم نحن نقرر على انه الاجراءات ستكون صارمه، ما باقيش مننا نعطيهم واحد الشهر، ما باقيش الحافله اللي عندها اكثر من 9. وهذا الشيء ديال الطاكيغراف اللي بقاو تيأخروه الاصلاح ما باغينش يديروه البعض، ها النتائج ديالو عينا ما نجرو باش يدار، البعض تيعرقل. اليوم حتى السائق اللي هو الان مجروح ونتمناو له الشفاء داير 2 طاكيغراف. انتهى الوقت. شكرا. شكرا للسيد الوزير. شكرا. انتهى الوقت.